يا جماعة أنا ورعد قررنا نكون نوبيين لمدة يوم كامل. هل رعد هيصد معايا؟ يا شمس يا منورة غيبي. نروح بقى جزر في الجزيرة ونلف وناكل أكل نوبي وبتاع. خارج النوبية بيض بالملوخية ونعيش في بيت نوبي، فيلا بينا. يلا بينا. احنا في ارض كلها الوان، واول لما رجلك بتدخلها بتحس بفرحه تلقائي، وقررنا نبقى من اهلها لمده يوم، ناكل اكلهم ونلبس لبسهم ونفرح زيهم. يا ابني كفايه كليشيهات بقى. افورت شويه، ما علينا. إيه يا عم الحاج بتعمل إيه؟ انت مبسوط؟ ما لبستش غير دايما تالتة اعدادي والله. حسونا. هو انا ممكن اروح الشغل كده؟ لا ممكن عادي، إيه المشكلة؟ طب فين بقية الجلابية؟ لابس تحتيها بنطلون وطاقية كان لازم أول حاجة نبدأ بيها إيه؟ أوتفيت شيء. بدأنا اليوم بفطار نوبي محترم، بيض بالملوخية. أيوة هو الفطار كده هناك. يا جماعة أنا بحب الملوخية جدا، بس بيض مع ملوخية. شاي الجيكول مشروب الرسمي في القرى النوبية وشيء رسمي عندنا يعني. وبعد كده اتحركنا بالمواصلة الرسمية لغرب سهيل التروسيكل. كان الجو جميل قوي. يا شمس يا منورة غيبي. حاربنا الشمس وزرنا المكان اللي بيهرب ليه أهل أسوان في الصيف. احنا في نويبع ولا في اسوان؟ جزيره في قلب النيل، جمالها فعلا ملوش زي. ما هذا الجمال؟ بس ان احنا بنتفسح منك لله. مش قلت لي عايز اشوف الجانب الاخر من النوبه؟ بعد كده رجعنا على غرب سهيل وخدنا جوله هناك، عرفنا أكتر عن العادات والتقاليد بتاعتهم وجمال الأسواق في غرب سهيل. واخيرا حان وقت المرح. حفله نوبي محترمه تخليك تنسى انت كنت شغال ايه قبلها، تبيع فدانين الارض اللي عندك وتعيش هنا على طول. النوبة جميلة هادية، فيها روح مختلفة، روح تخليك مبسوط من قلبك وحاسس إن ده مكانك وسط أهلك. وعشان كده احنا بنحب النوبه واهل النوبه. كده عسل قوي. كنوبي. وديني بكره الاقصر.